السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصوير جديد وفيديو جديد من ناحيتي، ونبدأ بسم الله ما شاء الله. الفرخ حقنا هذا كبر ما شاء الله، أليف إن شاء الله بإذن الله. فرخ أليف بإذن الله، نألفه مع الأيام. نبدأ عندنا هذا ما بيض، هذا الزوج هذا ما بيض بس صاعد، يعني الطيرة ركبها لتحت صعد. عندنا هذا الزوج بعد مبين، هذا الزوج الصفر عيون حمر بيضات. عندي هذا الزوج على مبيض بعد فاضي. عندنا هذا مثل ما قلت لكم بيضات بيضتين، بس اتوقع بيضهم هالمرة ما راح ينجح، مع العلم انه دافي. بيضهم طولاني، صار البيضة بطول، والحمد لله امهم عاشت، يعني الام لقيتها مكسرة الحمد لله عاشت. عندي هذا الزوج هذا الزوج راح يبيض، هذا مو مبين على مبيض. عندنا خلينا نشوف فرخنا هذا ايش كبره صار، ما شاء الله ام بيضة، ام بيضة ما شاء الله. بعد ولد صغير ام بيضة لبرا لبرا ما شاء الله. المرة يشبه اماته حبشي، المرة يشبه اماته حبشي، رقته حلوة وفحل ان شاء الله. بيضة جديدة، بيضة جديدة. نكتب له التاريخ، اليوم 14 في الشهر، نكتب التاريخ. عندنا تفريخ جديد، بسم الله. عندي هذول فرخة، أول فرخة عيون حمر طيب، هذاك وين تابي أم عيون حمر، هو يفرخ عيون حمر. عندي هذا الزوج ما تحت شيء، طيرة فرخة بعدها. عندنا هذا الزوج ما تحت شيء فاضي، طيرة تسبح، بدلت له مي شوية، طيرة تسبح. عندنا هذا الزوج مبيض، بعدها بيضة واحدة بس ملقحة توقع، ما فحصتها بصراحة. بيضة واحدة، ما أعرف ليش بيضة واحدة هالمرة. عندنا هذا الزوج ما تحت شيء. عندنا هذا الزوج مبيض بس البيض فاضي، شفته والله مو فاضي، ملقح بس خرب. نجي طيور الحب. عندي هذا الزوج بيض، طيرها بيضت، هذا ما تحته شيء. هذا ايش تحته بيض 5. عندي هذا تحته فراخ ما شاء الله، فراخ حلوة كبار، شوية كبرت، واحد أصفر وواحد أصفر ما شاء الله. يعني طيرة، خلونا نتكلم شوية فيهم. طيرة زرقاء وفحل أخضر، يقطلك أصفر عيون حمر، يقطلك أصفر عيون حمر، شلون ما على رأس أمهاتهم. وهذا الثاني أبيض عيون حمر، أصفر والله عيون حمر، زقهم حلو. واللي يقول ما يصير تمسك الأفراخ هم صغار، هذا الشيء طبيعي، امسك أفراخهم
وامسك البيض وكل شيء ما يأثر ابدا. ما عندك زوج واحد زوجين، اللي عنده زوج وزوجين طبعا هو اصلا من الاساس يخاف يعني عليهم. هاي توني حطيت الطيرة اللي فحلات. توني غير في مكان. عندي هذا فرغ، هذا حبيبي مفرغ. ذاك يوم يمكن مفرغ من التصوير اللي قبل. هذا مو ولدهم، هذولي بناته 4 بيضات 4 فقط. هذه ماخذ منها انا قبل هالوجبة 3. لازم تدور العش شكل احسن رطوبة تحتهم ماسكة قوية. شوف الفخ سبحان الله ما نهضوا ويانا ذولي، مو ولدين عارفين مو ولدين. حرام. عندي هذه بيضة الجامبو، بيضة أول بيضة اليوم 13، يوم 13 14 والله ما أدري، تو كتب عليها أبوي. عندي هذا الزوج تحت الفراق ما شاء الله كبار وحلوة 3. هذا مو ولد مثل ما قلت لكم الأخبار، يعني كنت متأمل يموت بس سبحان الله عيشنا هذول عيشنا مع العلم. يعني أنا أحس حتى رجله عايدة يعني عيونه مسكرة. أنا كنت متوقع يموت بس سبحان الله عاش. شوف فتح عينه، يفتح عينه ما عليه، إذا يزقنا زق حلو يكمل يعيش طبيعي. عندي هذه فاضية، هاي الطيرة ما تبيض أنا عارفها، تبيض مو ما تبيض شبه اللي قطعت. بسم الله ما شاء الله. عندي هنا 5 كبار حلوات. هذا الزوج الحلو. ما تبت الجوال. هاي الطيرة وهذا الفحل. 5 ألوان قلت ناخذ وصفر حتى شلون ملون. هذولي بعد ما بيضون على مليار ان شاء الله خلص. جناحها مكسورة الطيرة. عندي هذا طلعت فراخن، هذول هنا راح اطلعهم برا ان شاء الله 2-3 واطلع. حتى التصوير الثاني ان شاء الله كلهم برا موجودة. اصفر عيون حمر فتلة بالراس، ورصاصي فتلة بالراس، وهذا الاخضر فتلة بالراس، 3 فتلة بالراس. اليوم ماكلين واحد اليوم. هذا الفحل رصاصي وطيرة جامب رصاصية زرقاء رصاصية. بيضها الأولي خربان، بيضها الثاني شوف هذا النظيف عادة، هذه ما غيرت البيض. هذا فحل حاله تو شوف الطيرة مالته ما يزق عدل، ما عاد يجي بالزق. عندنا نغير مكان هذا سلابي. اثبتي اشربيه. بسم الله ما شاء الله. هذول 6 شوف اللي كملوا ما شاء الله. عندي الابيض هذا كمل، حتى كمل يعني ان شاء الله ما ابغى شيء ويطلع. اطلع منها 2-3 الابيض والاصفر والابيض الثاني ذاك الرصاصية، يظلوا زوج 3 وراهم شوية يطلع. هذا الزوج صح يا رب صح. خلاص لا برا ما تطلع. هذه حريصة على فراخها، حيل حريصة يعني تدافع عنهم، تخاف عليهم. انثبت هذه احسن اصور لك صورة واحدة للفرخ. شوفي صورة واحدة منها صورة. هذا قدمنا يا ابن الحلال بس وقف. انا ثبت هذا واحد كاف خلاص. وهذه صورة للكاميرا الفرخة. ايه هذول فاضيات وبس زوج واحد ظل هنا. عندنا فاضي. هذا الزوج الفرخ فراخ كبار ان شاء الله 3 وبيضة فاضي.
البيض انا ما اشيلها متعمد، ما اشيلها متعمد. ليش ما اشيلها؟ اكو طيور تقوم، اذا بشتة لازم تخلي البيض بشتة. ليش؟ الجو بارد، امهات اذا ينامن عليهن يدفنهن، فلازم تخلي البيضة. هذا الطيرة جابونس والفحل، الطيرة جابونس والفحل شكل. هذول ثلاثة ما شاء الله. ناخذ بين صورة. تمام. هذا امها، واحد اخضر وواحد ابيض، ظهره رصاصي وواحد رصاصي. امهات تشوف لون وين وهن لون وين، نفيه سمائية. والفحل اخضر باصفر. وين اللون والفلاخ وين؟ عندنا هذا ايش تحت، واحد وهذا ما يعيش، هذا ما يعيش الواحد. هذا عايش، مبين عايش، رجله عوج، نايم عليه امه ما ردته مات. واحد. هذه طيور بيعتها حلال يعني، هذا الزوج ما يفيدني مع الايام بيعان. طيرة بيضاء عيون حمر. يقول طيورك ليش وسخة؟ الطيور مستحيل تظل نظيفة، لان انا اسبحن فين فترة وفترة يسبحن طبيعي. الحين لو حط له هني يسبحن، بس هو وسخ، هذا شيء طبيعي يعني، طيور توسخ. هذا الفحل تكساس عيون حمر، والطيرة بيضاء عيون حمر، فرخين عيون سود. شو ما تدري شنو السالفة. عندنا هذا الزوج تحت فراخ، فحل رصاصي، والطيرة صفراء عيون حمر. أول فرخ تحت، هذا أول فرخ، عيون سوداء. عندك هذه تحتها فرخين ما شاء الله، الطيرة شكرية والفحل أخضر أم شكري. عندك هذولا ثلاثة، هذولا صعبة يعيشون. هذا يعيش وهذا يعيش، هذا صعب يعيش، ضعيف مبين، ضعيف واضح. هذا يعيش، يتعيش لي واحد من هذا. انا عارف طير هذا. اكو طيور سبحان الله شلون اذا تطلع فرخ واحد خلاص. اكو طيور من تطلع من تحتها فرخ واحد، ها تنتج لك فرخ واحد، تظل نثاية او فحل يظل ينتج فرخ واحد. وهذه افراخ، هذا افراخ، هذا افراخ طيور ما شاء الله. ناحية طاح وطلع ثاني، وذا طالع مين، بس هذا ما راضي يطلع جناح. الاغلب اللي يطيح جناحن يموتن، اغلبهن يعني، مجرب انا اغلبهن. هذا القفص رهيب، اللي مسويه فنان يعني. انا خذيته الشكل، بس اللي مسويه فنان. شلون فنان؟ قول وياي شلون. شوف، من داخل حديد، عنا الدود ما دود، ومن الخارج الاطار ساج الاطار هذا فقط الاطار مسوي خشب. حاط السيم فوق الحديد، شوف حديد، 3 طبقات حديد حاط، طبقتين وفي 3 مسوي. شوف شو مسوي، دق السيم شوف كابسة على كابسة على السيم على الحديد. شلونه من كابسة عندك شكل قوية تكبس حديد قوي هذا. ومسوي هذه، حاط الواجهية جايب اقفاص صغار. هذه فتح الواجهيات وخليها بالواجهة، حق مأكليات شكل اريح شيء. هي المأكليات هذه مسوي هالشكل. بس هذا عنده خطأ هنا مال المي، واحد منهم لازم يسوي بطول عشان تحط المشربية بطول وياه الشكل بطول، هو مخليها بالعاش.
فقط هذا عنده خطأ بسيط يعني. هذا يعني مثل ما سويت انا، حطيت شقيت السيم شوية، حطيت سيم وحطيت المشربية، ومن الداخل علف يصير ومن برا علف وهذا علف. يعني انا عجبني. ها ومسوي باب صفحة وتقدر تشيل هذه وهم تقدر تمسك طيور. هذا عندي يموت، هذا ابوه ركبه ما شاء الله، فنان ابوه اللي هو هذا ابوه موته. انا تاخرت ما شلته من ابوه لين ضعيف احسه ما يعيش، وخليته موته. خطأ من عندي، وانشغال بالحياة شوية عنده انشغال. هذا الفيديو اليوم. بعد عندكم شيء تبون شيء اصور لكم، اي شيء تبون اصور لكم موجود انا باي وقت تحتاجون. حطيت مفرغة يا قديمة بس سويتها يعني، شلت الجام، هذا الجام شلته، وحطيت خشبة، شقيت خشبة وحطيت مفرغة فيها وركبتها. عندي واير من الخارج، جطلت على الواير، صار الحين هوا ينسحب مرتاح. يعني التهوية موجودة تقريبا من فتحت التهوية الطيور ارتاحت. مع العلم عندي هذه الغرفة أنا بالشتاء دافية وبالصيف باردة حلوة، باردة حلوة يعني. ايه بعض الأحيان يصير عندك دود بالغرفة، شيء رسمي يعني طبيعي، تاخذ هذه فليت، هذا يموت الدود. تبغوا تشوفون الدود؟ لابد ما يصير، كل مربي طيور يدخل عنده دود. هذا كله اليوم. الدود شيء طبيعي يعني، نمل يدخل على الطيور يدور عليه يموت بسهولة. يعني الحين ايش عندنا؟ عندي الكوكتيلات، نبدأ بالكوكتيلات. زوج مبيض، زوجين، 3، 4، 5، 6 أزواج كوكتيل من 13 زوج بيضات. الباقيات يبيض بنعرف كلها مضمونة طيور يعني، تواريخها موجودة مضمونة كلها، اللي 3 بيضات 3 تفريخات 4، شوف كلها موجودة يعني التواريخ عليها. عندي طيور الحب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 زوج مبيض ومفرخ. كم زوج فاضي عندي؟ 17 زوج، هذا ما حسبت له 17 زوج. عندي ما تحته شيء حاليا. 1، 2، 3، 4، 5 زواج، يعني جدا ممتاز. 5 زواج فاضية والباقي كلها متروسة. والخمس يعني فين 1 يبيض، 2، 3، 4، يعني زوج واحد توني طبخته جديد، طيران فحل طبختين جدة يبيض. يعني الطيرة فيها بيضة يعني، حتى من شلتها ما بيها من الفحل بيض ذاك، الفحل ذاك ما بيها بيض من عنده. بالنسبة للعلف شيء أكيد رسمي، دخن، مشربية مي، بيض، مرات أحط وياه جزر، مرات أحطه وياه بسكوت. بسكوت أبو 10 هذا بسكوت الشاي. هذا يشوفوا سبحان الله شلون يموت، سبحان الله يا رب. ما ودع هي بس. سبحان الله يا رب، سبحان الله يا الله، لا إله إلا الله. الموت حق على كل شيء. شوف رفس 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 رفس، طلعت روح.
طق يلا طق. شطور روحك. هو حتى عايب يعني رجله عايبة سبحان الله. الله يبي يفكني من عنده. رجله عايبة هاي اللي رفعها تشوفها. هذا الرجل عايبة عنده. مات. راح يموت بعد. هذا الرجل عايبة. خليه يموت واشيله بعدين. سبحان الله. صدف في صدفات حلوة تصير مرات قدامك. تعلمك على الطيور شوية شوية. ايه حنطة حط. انقي حنطة بالليل. حنطة شوف شلون يسوونها. شو ياكلينها شو. انقي حنطة بالليل. حنطة كاملة. حبة كاملة. حنطة نظيفة اشتري. حبة كبيرة. نظيفة. ونقحها بالليل. ثاني يوم الظهر اول عصر احطها يعني تقريبا يوم كامل. خليها يمشي عليها يوم كامل. من يمشي عليها يوم كامل تصير لينة حيل. نشفها مش خالة ولا شيء. نشفها وتحطها للطيور. بالنسبة للمفرخة. اما الطير العالية ما تحته شيء ما له داعي. علاجات ما استخدم ابدا. شوف عندي علاجات. ما عندي علاجات. عندي الزق جربته اكثر من مرة ما فادني. حق زق ما اعرف ازق. الزق ما ينجح عندي لان ازق الطير اللي بيموت. مثل هذا وزق يموت طبعا. هو ميت يعني. ويقول لك انا ميت. زقني ليش؟ ما زق من هو صغير يعني مثل الفرخة الكوكتيل. اطلع وازقه لا ما زق. خليه تحت ماته. الفرخة الكوكتيل من يصير بهذا العمر وعايش شكل مرتاح خلاص لا تخاف عليه بعد ابدا. الجو دام الجو معتدل عندك. درجة الحرارة لازم انا هذه مطفيها. طفيت. ليش؟ عارف الجو حقنا دافي حيل. وبالغرفة هذه حاليا تقريبا 25 23 يعني ما تصعد. باردة. جو حلو. بالشتاء هنا اكثر شيء تصعد درجة الحرارة. هنا باردة 10 12 يعني بتركيا. يعني الطيور هذه بتركيا يعني. بتركيا شو اقول لك. جو الحرارة عندنا تحت الصفر 5 و6 و10 و1 و2. فترتفع درجة الحرارة حيل يعني تنزل تحت الصفر. فبهاي الغرفة اذا هي برا تحت الصفر 5 بالغرفة 10. اذا برا فوق الصفر بالغرفة 20 الى 15 نقول. بعد شوف الطيور المنتجة كلها مخلي تحت بيت. وجبة عصر توني حطيتها. نسيت ما صورت لكم اياها وراح قلت اصور. بصراحة ما كان ببالي اصورها صورتها. هذا ما حاط له بيت. لماذا ما عنده بيت؟ هذا خلص البيض حقه. من تطلع عندك الافراخ برا تحت طلعتين او لقيت واحد طالع. هذول الحين يرجع لحالهم يطلع لحالهم. حاول تحط لهم مأكلية حق الدخن بالارض. يعني نفس هذه البيضة حط لهم فيها دخن. الفرخ ياكل منها يتعلم. على ما يتعلم يصعد هنا طلع. اكو نثاية تضرب الافراخ من تطلع. هذه هم مشاكل. لازم اول باول مراقبة مع المراقبة تطلع الفرخ ما تخليه تضرب امه وتموته. انا الحمد لله طيوري كلها ما تضرب الا عندي هاي الطيرة حريصة على افراخها. هاي الطيرة عندي حريصة على افراخها. الفحل اصلا عندي تصوير ناشر بالقناة انا يزق الفرخ برا. واليف. هذا الفحل اليف عندي. يعني انا شو عندي كم زوجة طيور حب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 22 زوج، يعني قليل. قبل انا كان عندي هاي غرفة تروس ترس، هذا القفص ما كان موجود. تروس ترس راح. ليش انا خليت الافراخ؟ افراخ عمرها هسه 3 اشهر ل 4 اشهر صارت يا ماما. افراخ هذه كلها 4 افراخ 3 افراخ. شوف طيرة تبين هسه اللي بينها الطيرة ذيك الصفراء اللي قدامها فحل، هذه طيرة مبين منقاره من فوق من مناخيره خشمه يشم من عنده يصير ابيض، والفحل كله يصير ازرق او بني. وهذا تغريده، هذا الفحل الاصفر يصير بني، والابيض يصير بني، اكو بيض عيون سود يصير ازرق، ولا ازرق ولا اخضر، هاي كلها ازرق من قال يصير الفحل. والطيرة معروفة. اكو الطواير تعرفها نفي او فحل، مرة يصير منقارها بني مثل ما عندي طيرة منقارها شوف المتآكل، يعني صار اصفر صار اسود. ما عندي لازم اشوفكم اياها اذا حصلت لي طيرة او شفت طيرة اصورها واحطها بالنص الفيديو. يعني حاليا ما عندي، يعني طواري شغالة. اكو طواير توقف، من توقف يصير منقارها اصفر حيل يبين تقول اسود، هذه قاطعة ما تفيد، بعض الاحيان ما تفيد، بعض الاحيان ما تفيد. هذول عندي البيضين تجين 4 عليه. تعال اليف تعال اليف، يجيب حمر اثنينهم. ترى فيها خضار بس سقط كله بيض من الحمر. خضار مو خضار، هذا ما ادري شلون. هذا الزوج وهذا الزوج اخوان، تخيل. هذا الزوج وهذاك الزوج اخوان. هذول امهاتهم بيض، امهاتهم بيض عيون حمر. هاي الطيرة حاليا تستقط، ان شاء الله مع الايام اصورها لكم. تقط فحل تقط 5، 3 زرق او 2 زرق و3 بيض عيون حمر. شلون هذه؟ نفسها هي. هاي الطيرة اصلا الطيرة هذه اصلا بنت ذولي. هذا يقط بيض وهاي تقط صفر، وهذا ماشي الامور الحال عرس على القديم على امهاتهم. معروفات، اذا واحد بتركيا بمحها صارتنا معروفات طيور فلان فلان. تبي حبيبي غرد تبي تكفش؟ اسحبها هنا وريح. تعال حبيبي. معصب عليه. تطلع الطيرة شوي يسوي حلوة الصفر والبيض. انا جربت الكوكتيل الاصفر والابيض احلى من الحبش، احلى من هذا، بس انتاج صفر ما يفيد. هذا ينتج. هذول افراخ، هذا الزوج وهذا الزوج افراخ، وهذه فرخة من عندي اخليها، وهذه فرخة. والصفر هم افراخ، الصفر هذول هم افراخ. الصفر 4 اخوان، 3 فحولة وطيرة.
هذول اخوان، هذول الصفر اخوان. ان شاء الله راح احط لهم بيض ملقح واشوف زقهم، لان ما زقوا عندي ولا مره. شوف فوق البياضه مفخ هالشكل، يصير عليها وسخ، خليه ينزل وسخ فلقع واكنس. عندي مكناس كهربائيه وسخ موجود. الدخن احطه زي ده، خلاص تفرغه ولا حبة كله شو اسمه. شوف تفرغه. عندي ماكينة مال تنظيف الدخن، ماكينة تنظيف دخن كل 10 ايام اسبوع، يعني ما لازم تاخر احسن ما يدود الدخن. ها كل 10 ايام انفضه، يطلع لي كيلو مثلا بالسطل هذا كله يطلع لي كيلو. هذا عندي حق دخن، وهذا حق مخلص، هذا عندي مخلص. ايه هذا بعده عايش، روحه طويلة. هذا روح مطولة روح مرض يموت، دقات قلبه قوية بس مطول. هذا يقول بعد نص ساعة ساعة. بالنسبة للفناجس ما راح اصورها اليوم، ما تحت مفرعة. مهم جدا تحط الذرة في الكوكتيل، اذا لينة بعد احسن، اذا لينة تكون افضل. الكوكتيل المأكلية ما ياكلن فيها قليل. اكو كوكتيل متعود على المأكلية من هنا صغار، اكو لا والله الطوس هذه الفخارة الحمراء مريحة هذه. انت بتنظفها تحذفها بالسطل وبعدين تنظفها على كيف. قطيات العلب، يعني اذا ما عندك فلوس تشتري هذول الفخارات والبيض هذولي، مع العلم رخيصات يعني. اذا ما عندك فلوس او عندك طيور كثيرة 40 زوج 50 زوج ما تشتري من هذولي. حقات العلب، علب الراشي والدبس والسوالف هذه تغليف، تاخذها وتحطها. شوف كل وحدة 2 3 تحط فيها دخل الافراغ اول ما يطلعن. يعني انا عندي مسوي لي 50 وحدة، خلي هنا 2 هنا 2 هنا 2 نخليها مدور. شوفها ما تنكسر تحذفها على اقوى شيء ما تنكسر. ايه هذه قطعات الاسطول افتحها. ضروري عندك شمشة نظف فيها، مرش مي، صيادة من المحلات تصيد فيها، مكناسة على كرك على هاي السوالف ضرورية عندك بالطيور. مشربيات دائما اذا خذيت مشربيات خذ دبل مشربية 1 2. ليش؟ حتى من تشتري مثلا زوج شفت عنده صعب ضل واحدة حاول تاخذ منه ثانية. ليش؟ وحدة تاخذها للبيت تغسلها اذا عندك مثل محمية خارج البيت غير مكان داريها، وحدة تاخذها للبيت او بالمغسلة تخزنها بعدين، او وحدة حتى تشرب مي كل يومين بالزايد. كل يومين لازم تبدل مشربية لازم. هذول راح يدخل هذا مو تطبيق جديد. هذا صح سلم لي هذا تطبيق جديد. سلم لي على فراش، انا عارف الفحل ذاك فراش، هذا الفحل خط طول انا عارف ويزقزق مو طبيعي. سبحان الله. طيب طماطة ذاك اليوم قلت لكم هاي 3 طماطم خلص شايب بس الفحل كبير حيل يعني، بس انا عندي صار له الحين 2 سنين ما عاد عندي ربع.
انا طيور ما اشتري طير مو مبيض ولا مفرخ، مستحيل ما اخذ طيور. هذه الطيور كلها مجربة يعني، انا ما اخذها كلها منتجة. في طيور لي الرسمية الاساسية مثلا زوجين 3 ظلات عندي الرسميات، هذول شلون اخذتهم؟ اخذ زوج تحته بيض فراخ، هو قفاصه. ما نشوف قفاص قديمة هذه، هي قفاص بياضات قديمة، راح ابدلها ان شاء الله. قلت لكم راح ابدلها وما قدرت ابدلها، انشغلت ما قدرت ابدلها. اما انشغلت وهم بعدني ما كملت شغلي، هاي ثاني مرة يتعب نخلص لازم عدل. يلا بيضي منه هذا سهل مضبوط، انا بشتري منه. هذا مبيض شنو؟ سهل ليش داخل؟ تعال اهم شيء التاريخ عندك تكتبه على البياضة او على ورقة، تلزق ورقة تيب مو حق صب. البياضات هذه اللي ياكلينها الطيور احط لها خشبة شيء وارخمها على البياضة واسويها. حط لك ورقة وتكتب او دفتر، الزوج الفلاني راح اسوي انا القفص 1 2 3 4 5 الشكل راح اسويه. نكتب هنا 1 2 3 وانا رايح. كنت كاتب على البياض 14، شوف هذه عندي 14، عندي هذه 7 13، كاتب على البياضات هذه كنت قبل. تخربطت صارت تبدل هاي 15، صارت تبدل هاي 8 5 9 4 4 5، شوف مو مغيرهن. 1 رسمية مو مغيرهن، هذه هم 2 صار تغيير عندي بالبياضات وغيرتها. 17 هذول 17 بياض اخذتهم من شخص واحد، انا انه خاصن وبياضات كان. انا ابيع واشتري. شوف انا بالطيور بالنسبة لي قبل ابيع واشتري، حاليا استغريت على هذه الطيور، احتمال اجيب فوقها طيور بعد ايش اقول لك، هذا اسبوع احتمال ان شاء الله اذا صار اتفاق. هي مو سالفة اتفاق لا والله، هي طيوري شريك عندي، قلت لكم عندي شريك غير غرفة. اذا صار اتفاق وكملنا ان شاء الله هذا الفرق ما شاء الله راح يطلع. اذا كملنا اتفاق وصارت ان شاء الله اجيب اقفاص واجيب طيور تقريبا 16 15 زوج راح يطيح لي ان شاء الله. لان بغيت تاخذ الفنادس كلها، قلت لكم ذاك اليوم انا ما يصير عندنا خلاف على 40 زوج. كيفت النسية صعدها فحل، صار لها فترة مو صعدها فحل، ذاك فحلها فاشل. ايه صار خلاف فما رضى، ما اتفقنا راح اعطيه ال 40 و40 لي يرحب. سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله. المرة زهقت روح خلاص كملت، المرة زهقت روح. ايه بعد اتفقنا مثل ما قلت لكم، بس ان شاء الله اليوم على اساس نقسمها. قسمت قسم عندي حلال ثاني، قسمت مثل الدجاج وغير شغلات قسمتها، ظلت عندي قسمة الطيور هذه وهذه. الفناجس اللي هي الفناجس والكوكتيل والطيور تحب العافية كوكتيل ما عندي. ايه وهذا كافي 40 دقيقة، مو كافي 40 دقيقة فيديو واحد. بعد لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتعليقكم الحلو، خلوني استمر. كافي تكتب لي استمر كافي، ودعموني يعني، حاولوا دعم حتى لو خفيف شوية شوية، خلي تصعد القناة، اطور من القناة، اصمم، اشوف دعم، يصير لي واحد في التصميم. ترى مصمم انا اصلي بس ما قاعد اصمم معي اي فيديو بالقناة ما عندي تصميم فيه. ايه هذا هو انتهى الفيديو 40 دقيقة كافي. ويلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.